السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بيت جميل ساكن فيه عيلة صغيرة سعيدة. كان عندهم قطة وكلب، وكل يوم بيعيشوا مغامرات جديدة. الكلب كان اسمه بندق، والقطة اسمها نونة، وكانوا أصحاب جدا. كانوا بيلعبوا مع بعض مع إن شخصيتهم مش متشابهة أبدا. بندق كان شقي وبيتنطط كتير، على عكس نونة اللي كانت هادية. كانت شقاوتها بتظهر في اللعب بس، وبعدها بتكون ساكتة أو نايمة. كل أفراد العيلة كانوا بيحبوا بندق ونونة وبياخدوا بالهم منهم. الصبح بندق ونونة بيكونوا لوحدهم، بس بالليل بيقضوا وقت لطيف مع العيلة. كان بندق دايما أكتر حاجة بتبسطه لما بياكل حلويات، وكان عارف مكان ما بيشيلوها، وكل يوم بياكل منها كميات. نونا ياما نصحته يقلل الحلويات لأنها غلط علشانه، لكنه مش بيسمعها، وكل ما يلاقي فرصة يروح يجيب أي حلويات موجودة وياكلها. مع الوقت بندق وزنه زاد جدا، وبقى مش قادر يلعب كتير، وبقى بينهج من أقل حركة، وبقى كسلان وبينام وقت كبير. نونا كانت قلقانة عليه، لكنه كان بيقول لها إنه يقدر يبطل حلويات بمزاجه، لكنه بيحبها عشان كده هيفضل ياكلها ومش هيحط كلامها في باله. لحد ما في يوم بندق كان بيلعب، وفجأة بطنه وجعته جدا، وما كانش في حد في البيت غيرهم، ونونا ما عرفتش تساعده أبدا. قعد بندق تعبان لحد ما أصحابه رجعوا من شغلهم، ولما لقوه تعبان أخدوه وراحوا بيه على الدكتور. وهناك اكتشف بندق إن الحلويات هي السبب اللي خلته تعبان، وإنه مش هينفع ياكل حلويات تاني لفترة طويلة، وكان ندمان. ولما رجع البيت حكى لنونا على الكلام اللي الدكتور قاله. نونا كانت زعلانة جدا علشانه، وقالت له إنها هتكون جنبه وتساعده، وكمان إنها لما كانت بتنصحه كانت عاوزة مصلحته، وكانت خايفة عليه، ومش قصدها أبدا إنها تحرمه من الحلويات. لكن للأسف بندق ما سمعش كلامها وتعلم الدرس بصعوبة، ودلوقتي لازم يخسر وزن ويرجع ياكل ويعيش بطريقة معقولة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.